النهاردة يا برج العذراء حاول تركز على الهدوء، الاهتمام بترتيب حياتك من الفوضى اللي عايشها بقالك فترة، تغرب الأشخاص اللي حواليك ويعني تبعد الناس اللي ما تستاهلش تبقى في حياتك. حاول تنهي كمان أي موقف سلبي كان في الماضي يعني. حياتك ورعايتك لصحتك مهمين جدا، النهاردة لازم تركز على كل ده. عايزة أقولك كمان لو في نقاش مهني أجله، واسمع وجهات النظر المختلفة وبص الموضوع من ناحية تانية عشان الصورة توضح أكتر، وما تتناقش مع حد بقسوة النهاردة. فكر مرتين قبل ما تقول أي كلمة، عشان ممكن الكلمة اللي تقولها تندم عليها وممكن تخسر معركتك خالص. حافظ على طاقتك لنفسك النهاردة والناس اللي انت بتحبها، اللي هو ما تعملش حاجة زي قلتها أو تخدم ناس ما يستاهلوش. اعمل الشغل بتاعك اهم واخدم اهلك اهم. اليوم اكيد برضو لازم يعني ما يخلاش من التعب والهموم. انت صاحب حدس سلبي النهارده وميال للتشاؤم وده مش حلو. حاول تتفائل النهارده، كل ده لانك بتتذكر الماضي وبتحس بالقهر وحاجات كتير انت قهرت فيها، وناس داسوا عليك او حاجة ضايقتك او لا. افتكر حاجة تحببك في الدنيا وتخليك متفائل. خلال النهار عليك تاخد بالك من الخسائر المادية وغيرها يعني. وخليك حذر من فظاظة حديثك، اتكلم بألفاظ مهذبة وهادية، وتجنب الدخول في جدال مع أي حد غيرك، حتى لو أفراد عيلتك أو في محيط عملك. فتجنب الجدال النهاردة بكل أنواعه. حظوظك النهاردة يعني منخفضة شوية 50%، يعني متوسطة. التوافق اليومي بتاعك مع برج الحمل الناري، وحظك في الحب 50%، ورقم الحظ عندك رقم 5. عايزة أقولك النهاردة في اتصالات قريبة وبعيدة، يعني في اتصالات بناس كتير النهاردة، وفي حاجة لازم تسافر لها أو حاجة مش هتتحل غير بالسفر. محبط شوية بسبب الخمول والكسل اللي عندك. حاول تنفض الكسل ده وتقوم كده تحقق أهدافك. آم، عشان الواحد يحقق أهدافه لازم يجد ويسعى، وهتتفتح أبواب النجاح قدامك بإذن الله يا برج العذراء. النهارده برج العذراء لازم تبقى شخص واقعي وعملي كمان. ركز على اهدافك وحاول تحققها على ارض الواقع. كل اللي حواليك ما بيعرفوش الافكار اللي انت بتحتفظ بيها لنفسك او بتحتفظ بيها في دماغك، يعني لانهم مش عارفين ازاي يقروا افكارك. انت بالنسبة لهم مبهم شوية، غامض شويتين. اذا كنت عايز تبقى مميز، اعرض افكارك ومشاريعك على اللي حواليك عشان تثبت للي حواليك انك تقدر، يعني تقدر تفكر وتقدر تنفذ، مش بتفكر وبس. انت الايام دي واقف يعني بتتصدى لشوية مشاكل كده في محيط العمل عندك. ما تحاولش تشوف الدنيا بعيون كئيبة، حاول يعني تدق أبواب الأمل والتفاؤل عشان تشعر بالسعادة شوية، عشان وجود المشاكل دي معكر صفو الحياة عندك شوية. مفيش أكيد حياة من غير متاعب، عليك إن أنت تبقى يعني واقف للحاجات دي كده وتتصدى لها بالحكمة وبالتفاؤل. من المهم كمان النهاردة ان انت ما تبقاش عدواني، ما تتصرفش بطريقة مش حلوة او غير لائقة يعني مع الزملاء او مع مديرك بالذات. حاول يعني تشوف ايه اللي وراك او الميشنز اللي مسندة ليك يعني، وترتبها حسب اولوياتها. ابدأ بالمش المهمة السهلة يعني، ابدأ بيها وحاول كمان تهتم بقطتك لو عندك قطة، بالزرع اللي عندك في البلكونة أو في الجنينة. وإلا يعني هتحس إن حياتك كده أنت بتحب دايما ترعى حاجة يعني يا برج العذراء. آم، كل اللي حواليك بيحفزوك تحفيز إيجابي جدا، وده بيساعدك على انك تتقدم والاهل والاصدقاء بيدعموك من جهة تانية. حاول تبقى منفتح على الناس، تتعامل معاهم يعني كل ده بيترجم عندك لتحفيز، بيحفزك جدا على انك تعمل حاجات مهمة وتشتغل يعني بيحفزك على الحياة عموما يعني. اذا حسيت ان في شكوك او ظنون غير مؤكدة في حياتك، يعني انت مش متأكد منها، ده الوقت المناسب عشان تطمن نفسك وتتخلص منها. ده هيوفر لك كمان يعني
إطار عمل تاني أكتر استقرار من الأول. في الغالب مش هتبقى في تصادم أو عوائق في الوقت الحالي عموما يعني. كل اللي حواليك بيظهروا لك احترامهم وتقديرهم لآرائك. وده بيبان من تصرفاتهم يعني. على المستوى المهني انت يعني بتقدر تفرض شروطك في العمل، ده بيساعدك على تحسين ظروفك المادية والمعنوية على حد سواء. انت بتفرض شروطك لان انت اصلا مطلوب، يعني انت انسان مميز جدا في عملك يعني.